بيبدأ الفيلم في أواخر سنة 1944 أثناء الحرب العالمية التانية. بنشوف سفينة تابعة للجيش الياباني عليها أسرى حرب أمريكان، والسفينة حاليا متوجهة لليابان عشان الأسرى دول يشتغلوا هناك بالسخرة. والسفينة مش بس عليها أسرى أمريكان، كمان موجود عليها أسرى يابانيين. ده واحد من الأسرى اليابانيين اسمه سايتو، واضح عليه آثار التعذيب اللي اتعرض له على السفينة. بيجي الحراس وبياخدوه لغرفة قائد السفينة، وبيفضل هو وباقي الحراس يهينوه ويشتموه، وبياخدوا منه الميدالية العسكرية اللي مكتوب عليها بياناته لأنه حسب كلامهم ما يستحقهاش. وبنعرف إنه ملازم في الجيش، بس هما بيعاملوه على إنه خاين للوطن، لكن ما بنعرفش السبب. ومطلوب بالاسم إنه يرجع اليابان عايش عشان يتعدم هناك في ميدان عام. وقائد السفينة بيقول له أنا عندي أوامر إنك ترجع عايش، بس طول ما أنت على السفينة أنا اللي أقرر إيه اللي يحصل لك. وبيجيبوا ضابط أمريكي أسير اسمه برونسون، حاول يهرب امبارح لكن فشل، وبيربطوا رجل برونسون وسايتو مع بعض بسلسلة حديد عشان ما يقدروش يتفرقوا عن بعض ويكونوا عبرة لباقي الأسرى. وبعد شوية طيارات العدو بتبدأ تضرب نار على السفينة وبتتفجر أجزاء كتير منها، فبيقوم سايتو وبرونسون بيضربوا الحراس وبينطوا من السفينة بسرعة قبل ما تتفجر كلها. وسايتو بيغمى عليه، وبرونسون بيعوم بيه في المية لغاية ما بيوصل لجزيرة قريبة، وبيوصل الشاطئ وبينام من التعب لغاية الصبح. تاني يوم بيفوق سايتو، وبيكون الشاطئ عليه جثث لظباط وكمان صناديق من على السفينة، والأمواج جرفتهم للشاطئ. فبياخد سايتو مسدس من جثة ظابط وبيعمره، بس برونسون بيسمع صوت المسدس وبيفكر إن سايتو هيقتله، فبيهجم عليه وبيفضلوا يضربوا بعض لغاية ما بيدخلوا المية. وبنشوف مخلوق بحري بيبص عليهم من المية من بعيد، وفجأة بيروح يهجم على برونسون من ظهره وبيجرحه، بس سايتو بيضربه بالنار والمخلوق ده بيهرب. وبرونسون بيخاف وهو شايف المسدس في ايد سايتو لانهم اعداء، وبيخرجوا بسرعه من الميه وما بيكونوش عارفين ايه اللي شافوه ده. وبرونسون بيكون خايف ان سايتو يقتله، لكن سايتو ما بيكونش مهتم انه يقتل برونسون وبيحاول ينتحر بالمسدس، بس برونسون بيضربه وبسرعه بياخد منه المسدس، وما بيكونش موجود فيه غير رصاصه واحده. وبيقول لسايتو لو المخلوق ده رجع لازم نكون مستعدين له، لكن سايتو ما بيفهمش كلامه لانه ما بيتكلمش انجليزي وبرونسون ما بيتكلمش ياباني. وبيدي لسايتو الرصاصه وهو بياخد المسدس فاضي عشان محدش فيهم يهدد التاني ويتعاونوا عشان ينجوا بحياتهم من هنا. وبيقوموا يدوروا في الصناديق اللي جرفتها الموجة من السفينة. برونسون بيلاقي بدال عجلة فبياخده لأنه ممكن ينفعهم، وبيلاقوا أزايز مية وسجاير وولاعة وحبوب قهوة. وبرونسون بيشوف جثة ضابط ياباني ميت كان أسير معاه على مركب، وبيقول إنه كان شخص طيب واتقبض عليه ظلم. وبيتعصب على سايتو لأن اليابانيين اللي زيه هم اللي قتلوه، وسايتو بيفهم قصد كلامه من العصبية اللي هو فيها وبيديله مية عشان يخليه يهدى. وبرونسون بياخد جثة الضابط الياباني وبيدفنها. وبيحاول برونسون يلبس جزمة أخدها من ضابط ميت على الشاطئ، بس بتكون صغيرة عليه، فسايتو بيديله جزمة أكبر لقاها. وبيكون سايتو اصطاد كابوريا وشواها وبيدي لبرونسون. في الأول برونسون بيرفض، بس سايتو بيلح عليه فبرونسون بياخدها منه. وما بيكونش عارف يفتح الكابوريا ازاي فبتقع منه وبيكون هياكلها من على الرمل، بس سايتو بيديله واحدة تانية وبيفتحها له. وبيعملوا قهوة من اللي لقوها وبيحاولوا يتكلموا مع بعض، وكل واحد بيقول اسمه للتاني. بعدها بيحاول برونسون يكسر السلسلة اللي في رجليهم فبيستخدم بدال العجلة وبيدق بيه على السلسلة لكن ما بتتكسرش. فسايتو بيشاور له انه يضرب على منبت السلسلة اللي جنب الاسورة اللي حوالين رجلهم لانه اضعف. في الاول برونسون بيتردد لان ايده لو فلتت هتيجي على رجل سايتو، بس سايتو ما بيكونش همه وبيفضل هادي وبيشاور له انه ما يخافش ويجرب. وفعلا برونسون بيعمل كده وبيقدر يكسر السلسلة، ورجل سايتو بتكون حرة بس الاسورة هي اللي لسه موجودة. وبياخد سايتو البدال عشان يكسر سلسلة برونسون، وبرونسون بيكون خايف منه ومش مآمن قوي، بس في الاخر بيسيبه يكسر له السلسلة وفعلا بتتكسر. وبيقوم برونسون فرحان لانه بقى حر. ولكن فجأة بيسمعوا صوت حركة في الغابة اللي وراهم، فبياخد رصاصة من سايتو عشان يعمر المسدس، وسايتو بياخد سكينة كبيرة كانت في الصناديق وبيدخلوا الغابة بس ما بيلاقوش حاجة. وبيشوفوا اتنين ظباط ومعاهم أسير وهما التلاتة نجوا من السفينة وبيوصلوا الشاطئ. وسايتو بيدي السكينة لبرونسون عشان يستخبى في الغابة لأنه أسير، وبيرجع هو الشاطئ وبيعمل نفسه نايم وبيغطي الإسورة اللي في رجله. والظباط بيشوفوه ولما بيصحوه بيلاقوه ياباني زيهم بيطمنوا. وبرونسون بيسمع صوت في الغابة بس ما بيقدرش يتحرك عشان الظباط ما يسمعوهوش. والاتنين ظباط بيفرحوا انهم لقوا ميه وبياخدوا السجاير والولاعه وبيبداوا يشربوا، بس ما بيدوش حتى للاسير يشرب هو كمان. وبيسالوا سايتو ان كان في حد معاه فبيقول لهم انه لوحده، بس هما بيلاحظوا ان في ازازتين ميه وكمان ورقتين شجر عليهم بقايا اكل فبيشكوا فيه. وبيقولوا احنا على السفينه سمعنا ان الضابط الياباني الخاين اتربط بسلسله مع اسير امريكي. وبيشيلوا الجاكيت اللي كان على رجله وبيشوفوا الاسوره فبيهددوه بالسلاح وبيسالوا عن الاسير الامريكي، وسايتو بيقول لهم انه غرق وهو دفنه. وبيشوفوا القبر اللي برونسون دفن فيه الضابط، بس ما بيصدقوش كلام سايتو لانه صعب انه يعوموا معاه جثه واحد كل المسافه دي. وقبل ما يعملوا له اي حاجه بيجي صوت عالي من الغابه، فالاسير اللي معاهم بيترعب وبيفضل يقول وحش البحر. وواحد منهم بيدخل الغابه يشوف مصدر الصوت، وبرونسون بيدوس على غصن شجره فبيعمل صوت،
والظابط بيسمعه، بس قبل ما يروح عليه بيسمع صوت جاي من كهف، فبيروح لمدخل الكهف، وأول ما بيدخل الكهف بيظهر له وحش البحر من ظهره وبيقطع إيده وراسه. والظابط التاني بيكون مهدد سايتو بسيف، فبيجي برونسون من وراه وبيضربه بالسكينة، بيفضل الظابط يزحف على الأرض، ووحش البحر بيرمي راس الظابط التاني على الشاطئ فبتوصل لهم. وسايتو بياخد سيف الظابط وبيستخبى هو وبرونسون بسرعة في الغابة، وبيطلع وحش البحر وبيقتل الظابط وبيطلع قلبه. والأسير بيحاول يهرب، بس الوحش بيجري وراه وبيقتله. وبيسمع صوت سايتو وبرونسون من الغابة فبيجري وراهم، وبرونسون بيقع والوحش بيوصل له فبيضرب عليه رصاصة بس ما بتأثرش فيه. وقبل ما الوحش يهجم عليه سايتو بيجي بسرعة وبيضربه بالسيف، وبيهربوا هما الاتنين والوحش وراهم، والاتنين بيتفرقوا وهما بيجروا، وأثناء الجري بيقعوا وبيغمى عليهم. تاني يوم بيفوقوا الاتنين كل واحد في مكان، وبيلاقي سايتو غصن شجرة مغروس في كتفه بسبب الوقعة فبيشيله من كتفه، وبيلاقي السيف واقع في مية النهر فبياخده وبيكمل طريقه وبيحاول يوصل لبرونسون. اما برونسون بيفوق بيلاقي نفسه على جذع شجره وبيحاول ينزل بس بيقع في الميه، وبيفضل ماشي مع التيار يمكن يوصل لسايتو. وبيقف وحش البحر في حته عاليه وبيعمل صوت عالي وهما الاتنين بيسمعوه، والاتنين بيفضلوا ماشيين في الغابه بالعافيه ومش قادرين يمشوا من كتر التعب. وبيستريح برونسون على جانب النهر وبيبص جنبه بيلاقي تمساح، بس لحسن حظه التمساح ما بيهجمش عليه، فبيهرب برونسون من المكان بسرعه. وبيشوف وحش البحر من بعيد وهو بيداوي جرحه، وفجأة التمساح بيهجم على الوحش وبياخده تحت المية، بس بعد شوية وحش البحر بيطلع وبيكون قتل التمساح، فبيهرب برونسون بسرعة من المكان. أما سايتو بيفضل ماشي لغاية ما بيلاقي جثة طيار حربي متعلق بالباراشوت في شجرة وجثته بدأت تتحلل، فبيرجع سايتو لورا من الخضة وبيقع في حفرة، وبيلاقي في وشه وحش بحر تاني مقتول. ولما بيطلع من الحفرة بيلاقي في ايد الطيار مسدس، فبيفهم ان الطيار هو اللي قتل الوحش اللي تحت ده وبياخد منه مسدس. وبيفضل ماشي لغاية ما بيلاقي الطيارة بتاعة الطيار اللي وقعت في المية، وبيروح يشوف المكان حواليها. والدنيا بتليل وبيوصل برونسون لمكان موجود فيه حطام من الطيارة، فبياخد قطعة حديد بيربطها في غصن شجرة زي الرمح، وبيكمل مشي وبيوصل للطيارة وبيلاقي فيها مسدس الشعلات فبياخده معاه، وبيلاقي كمان سجاير وولاعة. وبيشوف فاس متعلق في الطيارة وبيحاول ياخده بس بيكون بعيد، وبيشوف قنبلة متثبتة في الطيارة ما اتفجرتش. وبيفضل قاعد على الطيارة، وبعد شوية سايتو بيوصل عنده وبياخده وبيروحوا الكهف قريب سايتو لقاه. وبيطلع ان وحش البحر ده هي والكهف ده هو العش اللي حاطه فيه الشرنقة اللي فيها ابنها. وبرونسون بيكون عايز يقتل الوحش الصغير اللي في الشرنقة قبل ما يكبر ويكون خطر عليهم، لكن سايتو بيوقفه لانه خايف انهم لو قتلوه يخلي الام عدوانية اكتر وتعوز تنتقم. فبتيجي لبرونسون فكرة وبيوري لسايتو القنبلة اللي في الطيارة، فبياخدوها وبيحطوها في الكهف عشان يفجروها. بس المفجر بتاع القنبلة بيكون معوج ولازم الأول يستعدلوه، وبيحاول برونسون يستعدله بمسدس الشعلات بس ما بينفعش، فبيقول لسايتو على الفاس. ولكن المشكلة إن لازم حد فيهم يفضل في المكان عشان يفجر القنبلة، والشخص ده مش هينجو. وسايتو بيفهم الكلام من إشاراته، وكمان بيفهم لأنه أصلا عارف القنبلة بتتفجر إزاي، وبيقول لبرونسون إن هو اللي هيفضل في الكهف. وبيخرجوا عشان يجيبوا الفاس، وبرونسون بيضرب الشعلة في السماء عشان تنور لهم، وبيطلع على الطيارة عشان يجيب الفاس بس بيكون محشور، وسايتو بيأمن ظهره. بس فجأة الوحش البحر بيظهر لسايتو وبيفضلوا يتقاتلوا، وسايتو بيقدر يجرحه، وبرونسون بيكون شايل الفاس وبيفضل يضرب بيه الوحش، بس الوحش بيهجم عليه وبيجرحه، وسايتو بيضربه من ظهره والاتنين بيكونوا ضده. والشعلة بتخلص فالدنيا بتضلم والوحش بيختفي من قدامهم، وبيرجعوا الكهف بسرعة. وبرونسون بيفضل يستعدل في مفجر القنبلة، وسايتو بيحرس مدخل الكهف وبيقدر برونسون يستعدله، بس الكهف بيطلع ليه مدخل تاني، والوحش بيجي من ورا برونسون وبيهجم عليه، وبيجي سايتو وبيضربه بالسيف وبيغرزه في ظهره، بس الوحش مش بيموت وبيضرب سايتو وبيرميه بعيد. وبيهجم على برونسون وبيجرحه جرح كبير في بطنه وبيكون خلاص هيقتله، بس سايتو بيطلع المسدس وبيضرب عليه نار لكن برضه مش بيموت، فبيضرب نار على الشرنقة اللي فيها ابن الوحش وبيقع ميت. والوحش بيتلبخ في الشرنقة، وسايتو بيجري على برونسون بس بيكون خلاص بيموت، وبرونسون بيديله مسدس الشعلات وكمان السلسلة الحربية بتاعته وبيقول له يهرب هو، وسايتو بيفهم قصده وبيخرج من الكهف وبيجري، وبرونسون بيفجر القنبلة بيه هو والوحش. ولكن بره سايتو بيسمع صوت الوحش لسه عايش، فبيجري بسرعة على الشاطئ مطرح ما كانوا قاعدين وبينزل على ركبه. وبعد شوية الوحش بيوصل عنده وبيشوف سايتو قاعد وبيهجم عليه من ظهره، بس بيطلع ان دي جثة الضابط اللي كان مدفون وسايتو حطها عشان تكون طعمة للوحش. وبيطلع سايتو من تحت الرمل وبيهجم على الوحش، وبيفضلوا يتقاتلوا هما والاتنين بيجرحوا بعض، لكن سايتو بيقدر على الوحش وبيكون خلاص هيقتله، بس ما بيرضاش يقتله لانه فهم ان الوحش ده هي مجرد كانت بتدافع عن نفسها وعن ابنها وان هما اللي جم على مكانها. وبيروح ياخد مسدس الشعلات، ولما بيبص عليها بيلاقيها مشت، وبيجي يضرب الشعلة بس المسدس بيكون فاضي وبيقع من التعب. بعد كده بتعدي فترة وبقينا في أوائل سنة 1945، وبتكون الحرب خلصت واليابان وأمريكا بقوا حلفاء. وفي سفينة كانت معدية من قدام الجزيرة وشافوا سايتو وأنقذوه، والسفينة تابعة للجيش الأمريكي.
وبيحقق معاه ضابط ياباني وضابط أمريكي، وبيعرفوا إنه كان أسير من الأسورة اللي فكوها من على رجله، وبيسألوه كان أسير ليه. وبيحكي سايتو إنه قتل القائد بتاعه لأن القائد كان السبب في موت كل زمايله بسبب قراراته الغلط، وساعتها اعتبروه خاين وبقى من الأسرى. بس حاليا الضباط عرفوه إنه بعد ما الحرب خلصت خلاص الحكم سقط من عليه، وبيسألوه عن برونسون لأنهم لقوا معاه السلسلة بتاعته. وسايتو بيفتكر ذكرياته مع برونسون على الجزيرة، وبيقول لهم برونسون ده كان صاحبي. وبيسألوه إن كان في حد غيره على الجزيرة، فبيقول إن مفيش حد خالص وما بيذكرش أي حاجة عن الوحش البحري. وعلى الجزيرة بنشوف الوحش البحري لسه عايش. وبيخلص الفيلم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا أقوى الأفلام.